السلام عليكم حبايبي، وربي دايما تكونوا بألف خير. وزي ما انتم شايفين الفيديو بيتكلم عن نفسه. تمام. الرغوة واللي انتم شايفينه ده صابون سائل معمول بأبسط المكونات ومكون واحد. تمام. ولا تتعبي نفسك ولا اي حاجة خالص. وبما ان احنا بقى نوفر عشان الغلا اللي احنا فيه يعني هنعمل ايه يعني. طبعا المطبخ زي ما انتم شايفين يضرب يقلب، وما كانش عندي صابون سائل غير يعني نقطتين. برغم ان الغسالة موجودة الحمد لله، بس برضو الواحد بيغسل على ايديه. تمام. ما يمنعش ان لازم يكون الصابون السائل موجود في البيت. ودي الكمية اللي ما شاء الله طلعت لي. تمام. من اللي انا جبته وطبعا هو يعني حاجة موجودة في الاسواق ان شاء الله. يعني وسهلة، هتوفر عليك كتير فلوس وحاجات، وتوفري اساسا، وتحوشي ان شاء الله. يعني هنعمل ايه؟ هو الغلا مخلينا ان احنا نشوف البدايل. تمام. تعالوا بقى نشوف ايه اللي انا جبته، ويعني بجد حاجة كويسة جدا. المهم انا جبت الطبق الغويط ده اهم حاجة جبناه. تمام. وانا كنت شفت حاجة كنت شفتها في محلات بيع المنظفات، الا وهو ايه. يعني هو طبعا في كذا ماركة، بس انا شفت لقيته موجود فجبته. اسمه دكتور كلين، عبوة كده ما شاء الله. سعرها تقريبا 18 20، هو يعني في السعر ده. تمام. ما في تبع التعليمات ورا. يعني بتقروها وتتبعوا التعليمات، حاجات سهله ما فيهاش اي حاجه. جبت بقى جلافز بقى وكده، قلت عشان ايه ما نبهدلش الدنيا، وبرده الواحد مش عارف ايه الحاجه اللي بيستخدمها دي. تمام. قبل كده كنا عارفين ان احنا نيجي عشان نستخدم نيجي نعمل الصابون السائل بيبقى ليه مكونات غلبة كده. فالمهم ده ايه، عبوتين جوه العبوة دي. تمام. يعني لا سحر ولا شعوذة، عبوة واحدة. طلعت عبوتين، جبت المقص وقصينا اول واحدة دي اللي فيها الجل. تمام. الجل زي ما انتم شايفينه اهو. ابتدي بقى اللي انا يعني ايه، انزل كل حاجة في العبوة دي. واهم حاجه برضو ما نرميش الاكياس دي. تمام. طبعا في بعض الناس النميسه اللي معانا هتعرف احنا هنستفاد من العبوه دي في ايه. ماشي، مش محتاجه يعني ذكاء ولا فزلكه. ماشي. والعبوه التانية فيها البودر، يعني واحده فيها الجل والتانية فيها البودر. تمام. وانا ايه بنزلها، هي شكلها عامل زي التانج. انتوا عارفين التانج اللي هو ايه. ماشي. لونها اورنج وكده يعني. اهو ضفت الاتنين على بعض، وبرده مش هرمي التانية. طبعا بحاول بقى اللي انا ايه، عايزه اجهز حاجه الميه، بس معرفتش، وعايزه يعني اعمل الجلافز كان متبهدل. وافصل الكاميرا كمان عشان ما نطولش عليكم. وعايرت 8 لتر ميه، الغلايه عندي لتر ونص، فعايرت ايه، حوالي كذا مره اعاير لحد ما المهم ان انا اعمل الطبق 8 لتر ميه. يعني العبوتين اللي موجود في العبوه اللي هي دكتور كلين عليها 8 لتر ميه. وكل شويه اما اجي ازود يبقى اقلب، اهم حاجه التقليب عشان ما يحصلش تكتلات فيه. تمام. اهو كل ما ازود اروح مقلبها. سبته بقى حبايبي، وادي ايه الاكياس اللي انا قلت عليها هحطهم في شويه ميه، وابتدي ان انا ايه، يعني امصمصهم كده بحيث ان اي مكونات فيها تنزل. عشان انا بصيت لقيت العبوه اللي هي فيها الجل دي فيها شويه كتار، فقلت لا استفاد بيها، حتى لو انا هستخدمهم في تنظيف مسح اي حاجه مش مشكله، بس هرميها ليه يعني وهي اساسا فيها مكونات. المهم قلبت اهو، نزلته على الارض عشان اتحكم اكتر. زي ما انتم شايفين كل ما تقلبي كل ما ترغي معاكي اكتر. وكمان الطحانه والقوام بتاعه بيبتدي ان هو يبقى عامل بالظبط زي اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا بالاضافه للريحه، الريحه جميله يعني، ريحه حلوه قوي. هي ريحه يعني ليمون. تمام. آه هنا سبته ساعتين. شفت طبعا بعد الساعتين الرغوه راحت، يعني ساعتين او 3 ساعات تقريبا، هما كاتبين ورا العبوه، لان الفيديو ده انا عاملاه من 4 اسابيع عشان لازم اجربه واشوفه الاستخدام بتاعه. يعني قبل ما انا يعني انزله وانصحكم ان انتوا تشتروه، لازم اجربه انا الاول واشوف الدنيا عامله ازاي، واشوف كمان على ايدي اخباره ايه. يعني انا مش هنزل حاجه قبل ما انا اكون متاكده منها. تمام. طبعا عبيته بقى ال8 لتر دول، عبيتهم في ازاز عندي. تمام. العبوه من دول كانت 3 لتر، وعبوه يعني عبوتين 3 لتر، وعبوه 2 لتر. ماشي.
ادي ال8 لتر اللي كانوا في الطبق. قلت بقى اجرب. كان ده الطبق ده اللي هو اللي انا كنت بعاير بيه، كان فيه نقطتين فيه، فرحت انا مليت يعني حطيت له يجي كوبايه كده. يعني حطيت شويه ميه، المفروض انا ما ازودش ميه كتير، وانا والحله دي ما كان مكانها شوربه، فما كانتش مزليطه قوي يعني، ده كانت الدهون فيها خفيفه جدا. تمام. المهم ان انا غسلت، ما عجبتنيش الحله، يعني هي ممكن اي حد تاني يرضى بيها، بس هي سنه ما عجبتنيش. فجبت طاسه يعني كانت مزيته وغسلتها. يعني انا مليت السفنجه، لازم السفنجه تكون مرغيه قوي، فعجبتني. تمام. فقلت خلاص كده تمام، يمكن لما انا املى السفنجه تبقى مرغيه تبقى حلوه. كملت هنا الازازه اللي زي ما انتم شايفينها، لتر ونص دي، من اللي هي يعني العبوه اللي كانت مركونه. وخلاص انا كده المفروض يعني خلاص كنت بنهي الفيديو. كنت بغسل بقى شويه حاجات على ايدي، لقيت هنا وانا بغسل غطا الميكروويف لقيته مرغي قوي، وكانه لما بغسل في البلاستيك بيبقى الرغوه بتبقى حلوه، انما الحاجه المعدن بتبقى سنه مش مرغيه قوي. المهم انا كنت خلصت الفيديو بقى وبغسل بقى شويه مواعين، لقيت يعني الحاجه ما شاء الله، البلاستيك زي ما انتم شايفين يعني لما الحاجه بتكون مغسوله كويس بتزيق ليها تزييقه معينه. تمام. والصينيه برضو ما شاء الله اللي باجي اغسلها برضو ما شاء الله، يعني المونيا وبلاستيك، حتى لو هو مش في بعض الحاجات مش مرغيه قوي، بس تلاقي زي ما انتم سامعين التزييقه دي معنى النظافه. وبجد حلو قوي، جربوه وعلى ضمانتي ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه. تمام.